ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد هنعمل مع بعض الفراخ الشيش. هنعملها في البيت بطريقه سهله جدا، وكمان بتتبيله حلوه قوي. كمان مكونات التتبيله متوفره عندنا في البيت. مكوناتها سهله وبسيطه، وكمان هنعملها بطريقه جميله جدا هتخلي طعمها حلو قوي، احلى بكتير من اللي بنشتراها من بره. سهله وجميله جدا في تحضيرها، وكمان طعمها حلو قوي وما بتاخدش وقت خالص. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض، ويا ريت اللي بيشوف القناه لاول مره ولسه ما اشتركش معانا يشترك عشان القناه تكبر بيكم، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو. عشان نعمل الفراخ الشيش هنبدا كده ان احنا نعمل التتبيله. هيكون معايا كده بصلايه كبيره، وكمان طماطميه كبيره، وقرنين من الفلفل، وواحد من الفلفل الحراق كده، وكمان معايا حوالي 10 فصوص من الثوم. هجيبهم بقى كده كل المكونات دي، وهنعمل التتبيله النهارده في شفش الخلاط كده. ممكن نعملها بالهاند بلندر او في الكبه زي ما نحب. انا حبيت اعملها في الخلاط كده عشان التتبيله تكون معانا ناعمه قوي. ضفت كل المكونات في الخلاط، وضفت عليهم كمان ربع كوبايه من الخل وربع كوبايه من الزيت، وضربتهم كويس قوي في الخلاط. الزيت والخل كده بيسهلوا الخلط في الخلاط، وبيسرعوا كده في الخلط. جبت التتبيله بعد ما ضربتها في الخلاط بقت معايا بالشكل ده كده. ضفت عليها معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، عصير ليمونتين. الليمون جميل جدا، بيعطي ريحه حلوه قوي وطعم في الفراخ كده المشويه او في التتبيله. هنا كمان ضفت كده معلقتين من اللبن الرايب، ولو عندك زبادي ممكن تضيفي الزبادي او اللبن الرايب، بيطروا الفراخ كده وبيعطوا طعم حلو كمان لها كده. ضفت بقى التوابل ملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا، وكمان معلقه صغيره كده من مرقه الفراخ الفوريه، بتعطي طعم حلو قوي في التتبيله. كمان ضفت كده كزبره ناشفه. من كل نوع من التوابل دي كده معلقه صغيره. هضيف كمان كده معلقه كبيره من الصويا صوص. دي دبس رمان، دي دبس رمان، وكمان ممكن تستعملي صويا صوص. ضفت كمان كده معلقه من الزعتر اللي هو المجفف ده، بيعطي طعم حلو قوي في المشويات، وكمان بيخلي ريحه حلوه قوي. كمان لو عندك روزماري تقدري تضيفيه. هنا بقى كان عندي فرخه جبتها قطعتها لقطع صغيره كده، قطعتها شيش بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا اجيب صدور الفراخ واعمل فيها فتحات كده عشان التتبيله فيها، وكمان الدبابيس بالشكل ده كده. الفتحات دي بتساعد كده ان التتبيله تدخل في لحم الفراخ وبتعطي لها طعم حلو، وكمان تستوي بسرعه كده. هنا عملت الفتحات في الفرخه كده، وبدات احطها في التتبيله اللي عملناها، وهغطي الفراخ في التتبيله كده كويس قوي. وبقت لما كل ما الفراخ بقت في التتبيله فتره بتكون طعمها حلو، وكمان بتستوي معانا بسرعه. انا سبتها في التتبيله دي حوالي 6 ساعات، تقدري تسيبها كده يوم كامل او كمان ليله كامله زي ما تحبي. كل ما بتفضل في التتبيله كل ما بيكون طعمها احلى. هنا جبت شبكه الشوي اللي بتكون متوفره عندنا، وبدات ادهنها كده بالزيت. وطبعا بندهنها بالزيت عشان الفراخ ما تلزقش فيها كده، ولما نيجي نطلعها منها بسهولة. ولو ما عندكش الشبكة دي تقدري تحطها في صينية عادي كده او في قالب وتدخلها الفرن عادي جدا من غير اي شبكة، وبتطلع جميلة برضه. جبت بقى قطع الفراخ اللي تبلناها وحطيتها على الشبكة، وقفلت الشبكة بالشكل ده كده. هنا بقى بعد ما حطيت الشبكة حطيتها على صينية فرن كده، وهجيب كوباية من المية واحطها في الصينية، وكمان عصير الليمون اللي عصرناه في التتبيلة بيساعد كده ان الصينية ما تسودش مننا وهي في الفرن. طبعا بنحط كوباية المية بتساعد كده ان لما الفراخ يعني بتساعد ان الفراخ تستوي، والبخار اللي عليها بيطلع كده بيطر الفراخ بيخليها طرية قوي، وكمان بيساعد في تسويت. هنا كده الفراخ فضلت معايا في الفرن حوالي ساعة الا ربع، وطلعت بالشكل الجميل جدا ده. ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل جدا. وحطيت هنا الفراخ كده في مصفى، اي مصفى عندك، مصفى المكرونة او اي مصفى. وجبت هنا كده فحم ولعته، وحطيته في بولة كده وعلى ورق فويل في بولة، وضفيته بالزيت او بسمنة.
وكمان الفراخ وهي في المصفى كده بتنزل الزيت الزيادة اللي فيها، وبتساعد كده ان الفحم يفضل والع على طول. والخطوة دي بتخلي الفراخ طعمها وريحتها حلوة قوي، بتاخد من ريحة الفحم كده وطعمه بتبقى زي اللي بنشتراها من بره بالظبط، وكأنك عاملاها كده على الشواية في البيت، ما هياش في الفرن خالص. هنا معايا الفراخ مستوية ودايبة وجميلة جدا وشكلها حلو قوي، وما خدتش وقت خالص، وكمان تتبيلتها سهلة ومتوفرة عندنا في البيت. وصفة سهلة وجميلة، بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.